كنتحدث على مدرسة الأخوين اللي كاينة بمدينة إفران واللي تابعة لجامعة الأخوين. هذه المدرسة هذه سنين وحنا كنتقاتلوا معها من أجل مشاكل بسيطة جدا اللي كان ممكن أنها تتحل. كنطلبوا بأساتذة أكفاء وأن يكون عندنا اعتماد أكاديمي، يكونوا عندنا مقررات دراسية اللي كنخلصوا عليها من 4000 حتى 6000 درهم في العام وما كنتوصلوش بالكتب. فهادو مطالب بسيطة جدا وبديهية جدا. ركزوا معي الله يجزيكم بخير. منذ عامين الإدارة ديال الجامعة استخدمت مدير اللي هو فرنسي أمريكي. من هاد العامين وحنا كنعيشوا الحرب النفسية، وحقيقة هو في كل اجتماع مع الآباء يتباهى بأنه من المارينز وبأنه هنا ويحب الحرب. حنا ما جايينش نقري ولادنا من أجل أن نتحارب، حنا وليداتنا جايين نقريوهم، ما جايينش لنتحارب. فالمدير هذا اللي كان ما عنده حتى شي خلفية تعليمية، كان حقيقة مدير في واحد المدرسة في ميريكان، واللي ممكن نعطيكم هذه التسميه هذه المدرسه وتقلبوا على الاراء الاباء، وكانوا يعانون من نفس المشاكل التي نعاني منها نحن الان. وفي الاخير بقوه الشكاوي ديال الاباء تما طردوه، جراو عليه فجا المغرب باش يطرد ولادنا. هما طردوه وجا المغرب باش يطرد ولادنا. شنو داروا ولادنا؟ فقط الذنب دولادنا اننا نحن ابائهم، فقط هذا هو الذنب دولادنا. الذنب ديالي الوحيد علاش طردوا وليداتي انني عضو في جمعيه الاباء واولياء التلاميذ. انا وليدي في الباك الاكاديميه قالوا لي ما عندكش مسار، ما عنده فين يتقيد. مشيت للبعثات الامريكيه قالوا لي ما يمكنش يتقيد معنا، اما نتقصيلو عامين. واش يعقل ولد عنده 17 عام يقرا مع ولد 14 عام ولد 15 عام؟ ما يمكنش. وعلاش نضيع هذا الوليد؟ واش عمرك شتي اساتذه من المارينز من العسكر الامريكان يجيو يقراو ولادنا؟ احنا عندنا مدرسه حربيه ولا مدرسه عسكريه؟ واش عمرك سمعتوا مدير كيدخل الاساتذه وتيقول لهم اللي يعرف شي حاجه يقريها؟ واش عمركم سمعتوا بروغرام تيتقرا بشات جي بي تي؟ راسلنا وزير التعليم العالي، راسلنا وزير الاوقاف، اللي بالمناسبه هذه المدرسه لقيناها تابعه لوزاره الاوقاف وليست تابعه لوزاره التربيه الوطنيه. ووزاره التربيه الوطنيه منين كنمشيو نهضروا مع المدراء الاكاديميين الجهويين كيقول لك هذه المدرسه ما عندناش يد عليها وما تابعناش وما كنعرفوهاش اصلا. حنا 8 العائلات 16 تلميذ حقيقه. حنا دابا المدرسه ما عندهاش اعتماد اكاديمي، هاد الوليدات ما عندهمش رقم مسار. حتى الا بغينا نهزوهم ونديوهم المدارس مغربيه خاصه ما يقبلوهمش، ما عندهمش كود مسار. ثم الولاد ما كيتقنوش اللغه الفرنسيه باش ندمجوهم مع الوليدات اللي في المدارس الخصوصيه المغربيه. هما يعتمدون اللغه الانجليزيه كلغه اوليه. واحد النقطه هو اننا دابا هما طردونا، ولا بغيتي ورقه من المدرسه ما عندكش حق تدخل. لي زاجون سيكوريتي ما كيخليوكش تدخل. اي ورقه بغيتي تاخذها خصك تخلص عليها 800 درهم. دي معك الويسي جوستيس اللي يدخل المدرسه ويخرج لك ورقتك. اي ورقه شواهد مدرسيه هما الاخرين باش نقيدوا ولادنا في مدارس واحده اخرى ما عطاوهمناش. وواحد النهار مشينا للجامعه، جامعه الاخوين، 3 ساعات ونص هما مخلينا في الشمس بالبوليس بلي زاجون سيكوريتي كيجروك من حوايجك وما كيخليوناش ندخلوا بحال شي مجرمين، الوغ حنا مخلصين الزباب ديال الفلوس. وكان جاو البوليس كيحضروا على هادشي كامل وبزاف ديال الحوايج. وباش نزيدك واحد الحاجه، لاسيغونس حنا كنخلصوا فيها 6000 درهم كل ولد. ما كايناش اسيغونس في المدرسه، ما كايناش. وعلاش نقول لك انا علاش؟ باش عرفتها ما كايناش. ولادي طاح والولد طاح، ترزات له يديه عواجت ما داوش للطبيب. هادشي كله شكاوي ما نحقنش كي انا وكنخلص فلوسي. واش عمرك سمعتي مدرسه ما فيهاش اسيغونس؟